هذه إذاعة إرنا. المستمعات الكريمات والمستمعين الأكارم متابعي إذاعة إرنا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الأربعاء 27 من مايو. كما عودناكم مستمعي ومستمعاتي الأفاضل، نستهل برنامجنا معكم بنشرة للأخبار، ثم نقدم لكم موجهات منظمة الصحة العالمية لمقاومة فيروس كورونا المستجد. ثم وضمن برنامج متابعات الأسبوعي نقدم لكم التعليق الذي قدمه الكاتب والباحث الإريتري عبد القادر محمد علي تحت عنوان: هكذا حيدت إثيوبيا حلفاء مصر في القرن الأفريقي في صراع سد النهضة. قبل ذلك مستمعي ومستمعاتي الأفاضل، أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. ارتفاع عدد المستفيدين من خدمة الإنترنت في دول العالم ما عدا إريتريا. الاتحاد الأوروبي يقول أن عملية إيريني لن تستطيع وقف تدفق السلاح لليبيا بالكامل. إيطاليا تسعى لفتح مشترك للحدود مع أوروبا في منتصف يونيو المقبل. كانت مستمعي ومستمعاتي الأفاضل تلكم عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة إرنا. هذه إذاعة إرنا. سجل استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي زيادة عالمية كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والصين واليابان وكوريا ودول الشرق الأوسط، وذلك بسبب الحظر الذي طبقته أغلب هذه الدول بسبب وباء فيروس كورونا المستجد. وسجلت خدمات الإنترنت وتطبيقات التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك والإنستغرام والتويتر والواتساب زيادة كبيرة في أعداد المستخدمين وصلت إلى 31% من الأعداد السابقة. وسجلت كذلك تطبيقات الكتب الصوتية زيادة كبيرة في أعداد المستخدمين. وبنفس القدر لم تسجل إريتريا أي زيادة في أعداد المستفيدين أو تحسن لخدمات شبكة الإنترنت رغم تطبيق الحظر المنزلي، ففي إريتريا لا يستفيد من خدمة الإنترنت سوى 1% من عدد السكان، أي 57 ألفا من مجمل عدد سكان البلاد، وأغلب هؤلاء هم من موظفي الدولة الذين يحصلون على الإنترنت في المكاتب الحكومية. وتعتبر دولة إريتريا من أقل دول العالم في مجال تقديم خدمة الاتصالات والإنترنت، ولم يستفد سكانها من فرصة متابعة الإنترنت رغم التزامهم بالبقاء في البيوت. أكد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أن عملية إيريني البحرية والجوية لن تستطيع وقف تدفق السلاح لليبيا بالكامل. وبحسب ما أشار موقع بوابة أفريقيا المختص في الشؤون الليبية والأفريقية، أكد بوريل عبر الفيديو لأعضاء لجنتي الأمن والدفاع في البرلمان الأوروبي أن العملية تساهم في ضبط تهريب السلاح إلى ليبيا، وكذلك ضبط حركة بيع النفط وهما يغذيان الصراع في البلاد. وأقر المسؤول الأوروبي بأن عملية ضبط تهريب السلاح إلى ليبيا برا أمر شديد التعقيد، فهناك حدود لما يمكن القيام به وفقا لما ذكر. وتحدث بوريل عن الصعوبات التي تواجه العملية من ناحية التجهيزات والتمويل، مؤكدا أن الإمكانيات الحالية كافية للانطلاق وأن الموازنة متوفرة لتغطية تكاليف الأشهر الثلاثة الأولى من العملية. وكانت عملية إيريني قد انطلقت بإمكانات محدودة، حيث وفرت كل من فرنسا وإيطاليا مبان بحرية، بينما زودتها بولندا واللوكسمبورغ بالطائرات. ويسعى الاتحاد الأوروبي حسب إشارة بوريل للمساهمة في الجهد الدولي الرامي للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا والعودة إلى المسار السياسي لحل النزاع هناك. أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو مساء الاثنين الماضي وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية أن بلاده تسعى من أجل استئناف منسق للتنقل في أوروبا ابتداء من 15 من الشهر المقبل. وقال الوزير لتلفزيون راي واحد: نعمل بهدف التمكن من أن ننتقل جميعا في 15 يونيو في أوروبا بشكل واسع. وأضاف أن ألمانيا ترغب في إعادة فتح الحدود في 15 من يونيو، ونعمل على ذلك مع النمسا ودول أخرى. وتصب هذه التصريحات في اتجاه دعوة فرنسية ألمانية
لإعادة فتح الحدود في أسرع وقت ممكن أطلقها رئيس البرلمان الفرنسي ونظيره الألماني يوم الثلاثاء الماضي. ويفترض كما هو مقرر الآن أن تفتح الحدود الأوروبية الداخلية اعتبارا من منتصف يونيو، لكن حتى الآن تتخذ الدول الأوروبية قرارات منفصلة بهذا الصدد رغم دعوات المفوضية الأوروبية للمزيد من الحوار. وأضاف: علينا إنقاذ ما يمكن إنقاذه من فصل الصيف لمساعدة المستثمرين. في المبدأ سيسمح بالتنقل بشكل حر بين المناطق في إيطاليا اعتبارا من 3 من يونيو، لكن يرتقي اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن في نهاية الأسبوع، لأن الحكومة لا تزال قلقة بشأن الوضع في لومبارديا وبيدمونت في شمال البلاد، حيث سجلت الثلاثاء عدد الإصابات الجديدة، وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا بنسبة 0.1% على المستوى الوطني بزيادة 300 حالة جديدة. ومنذ بداية تفشي الوباء توفي 32,877 شخصا جراء الوباء في إيطاليا، نصفهم في ولاية لومبارديا، وحاليا لا يزال هناك 55,300 شخص مصاب بالفيروس في إيطاليا. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. كانت مستمعي ومستمعاتي الأفاضل تلكم نشرة الأخبار قدمناها لكم من إذاعة إيرينا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها: ارتفاع عدد المستخدمين للإنترنت في دول العالم ما عدا إريتريا. الاتحاد الأوروبي يقول أن عملية إيريني لن تستطيع وقف تدفق السلاح بالكامل إلى ليبيا. وأخيرا إيطاليا تسعى لفتح مشترك للحدود مع أوروبا في منتصف يونيو المقبل. استمعتم فيما مضى مستمعي ومستمعاتي الأفاضل لنشرة للأخبار قدمناها لكم من إذاعة إيرينا، وفيما يلي نقدم لكم موجهات منظمة الصحة العالمية لكيفية الوقاية من فيروس وباء كورونا المستجد. هذه إذاعة إيرينا. وتوصي منظمة الصحة العالمية بالتالي: أولا، غسل اليدين جيدا بالصابون، لأن الصابون قادر على القضاء على الفيروسات. تغطية الفم والأنف عند العطس أو السعال، وغسل اليدين بعدها لمنع انتشار الفيروس. تجنب لمس العينين والأنف والفم حال ملامسة اليد لسطح يرجح أن يكون ملوثا بالفيروس، إذ يمكن أن ينتقل الفيروس إلى الجسم بهذه الطريقة. لا تقترب من الأشخاص الذين يعانون من السعال أو العطس أو الحمى، إذ يمكن أن ينشروا جسيمات صغيرة. وأخيرا، عليك البقاء في المنزل حتى لا تعدي أو تأخذ العدوى من الآخرين. وسلمنا والله وإياكم من هذا الوباء. هذه إذاعة إيرينا. المستمعات الكريمات والمستمعين الأكارم، أهلا وسهلا بكم في حلقة اليوم من برنامجكم الأسبوعي متابعات. وفي حلقة اليوم نقدم تقريرا للأستاذ عبد القادر محمد علي، وهو صحفي إريتري وباحث متخصص في شؤون القرن الأفريقي. وهذا التقرير تحت عنوان: هكذا حيدت إثيوبيا حلفاء مصر في القرن الأفريقي في صراع سد النهضة، ويتناول الاستراتيجيات الإثيوبية ضمن صراع سد النهضة، فابقوا معنا. هذه إذاعة إيرينا. ويقول الأستاذ عبد القادر محمد علي: القرن الأفريقي أحد المناطق التي عملت الدبلوماسية الإثيوبية فيها على تحييد حلفاء تقليديين لمصر، وتجلى هذا في رفض كل من جيبوتي والصومال قرار مجلس وزراء الخارجية لجامعة الدول العربية المساند لمصر في مارس الماضي، كما أعلن عن ذلك وزير الخارجية الإثيوبي. بخلاف الفترة بين 1998 و 1991 اتسمت العلاقة الإثيوبية الإريترية بالعداء المستديم على مدى عقود، في حين كانت طبيعة العلاقة مع القاهرة أقرب إلى التحالف دوما.
وضمن تحالفات الحرب الباردة والصراع بين مصر وإثيوبيا على زعامة القارة الأفريقية، احتضنت القاهرة ميلاد جبهة التحرير الإريترية 1960، والتي بدأت الكفاح المسلح ضد الاستعمار الإثيوبي في البلاد. وبعد حرب 1998-2000 استعادت العلاقة الإريترية المصرية متانتها في مواجهة أديس أبابا، ولطالما نظرت مصر إلى إريتريا كمخلب قط متقدم في خاصرة إثيوبيا. فعلى أعقاب حرب 1998-2000 عاش البلدان حالة من اللا حرب واللا سلم كانت تنذر كل فترة باندلاع صراع مسلح بينهما، كما اعتمد الطرفان على حروب بالوكالة ودعم معارض كل طرف للآخر. وفيما يتعلق بملف سد النهضة، فقد شهد عام 2013 و2014 محاولات تخريبية استهدفت أعمال بناء السد من قبل المعارضة الإثيوبية المتمركزة في إريتريا، والتي انطلقت إحداها من إريتريا إلى إثيوبيا عبر الحدود السودانية الشرقية مرورا بمنطقة الحمراء. مثل وصول أبي أحمد إلى رئاسة الوزراء الإثيوبية انعطافة كبيرة في مسار الصراع الإثيوبي الإريتري، إذ أعلن عن قبول أديس أبابا تطبيق بنود اتفاقية الجزائر الموقعة في ديسمبر من عام 2000، وقرار لجنة ترسيم الحدود بين البلدين الصادر عام 2002. كما وقع أبي أحمد والرئيس الإريتري اتفاق سلام في أسمرة في يونيو 2018 تضمن 5 نقاط رئيسية، وهي عودة العلاقات الدبلوماسية وفتح السفارات وفتح الاتصالات بين البلدين وفتح الأجواء الإريترية الإثيوبية واستخدام إثيوبيا الموانئ الإريترية، بالإضافة إلى وقف كل أشكال التحركات العدائية بين البلدين. حيدت هذه الاتفاقية وغيرها الموقف الإريتري في الصراع بين حليفيه المصري والإثيوبي، وأفقدت القاهرة ورقة ضغط هامة، وهي التي لطالما راهنت على تفجر النزاع الحدودي بين البلدين من جديد، بما يعوق إثيوبيا عن استكمال مشروع السد. كذلك فإن هذه التطورات الأخيرة تلقي بكثير من الشكوك حول الأحاديث المتداولة إعلاميا عن وجود عسكري مصري يستهدف إثيوبيا انطلاقا من إريتريا. ولا أدل على ذلك من أن قاعدة برنيس العسكرية الضخمة الواقعة على البحر الأحمر جنوب شرق مصر، والتي تضمنت أهدافها مواجهة التحديات الأمنية في نطاق البحر الأحمر، بدأ العمل على إنشائها بعد توقيع اتفاق السلام الإريتري الإثيوبي، وافتتحت مطلع هذا العام. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. الصومال بين الحاضر والتاريخ. يعد الصومال عدوا تاريخيا لإثيوبيا التي تحتل أجزاء من الصومال الكبير، وخاض البلدان جولات حروب عنيفة على هذه الخلفية. بالمقابل فإن مقديشو امتنعت عن مقاطعة القاهرة على إثر اتفاقية كامب ديفيد، وسبق ذلك بإرسال كتيبة مدفعية للمشاركة في الجبهة المصرية في حرب أكتوبر 1973. متغيرات عدة أدت إلى تطور الموقف الصومالي باتجاه جديد، منها غياب الدور المصري والعربي الفاعل في حلحلة أزمات الصومال المزمنة، وأهمها الحرب الأهلية المديدة وتفكك الدولة الصومالية إلى مجموعة من الأقاليم في مقابل انخراط إثيوبي فاعل في هذين الملفين. في القوات الإثيوبية أهم مكونات البعثة الأفريقية لحفظ السلام في الصومال المعروفة باسم الأميصوم، ومقديشو تجد نفسها بحاجة ماسة إلى تلك القوات في حربها مع حركة الشباب، لا سيما في المناطق الحدودية مع إثيوبيا. وكذلك فقد نسجت أديس أبابا علاقات وثيقة مع إقليمي بونتلاند وأرض الصومال الانفصاليين، مما حولها إلى وسيط لا غنى عنه للحكومة المركزية في معالجة ملفاتها مع الإقليمين المذكورين من جهة، وفي الضغط على المركز بتطوير العلاقات الاقتصادية وتقوية اقتصاديات تلك الأقاليم من جهة أخرى. مثل وصول أبي أحمد إلى رئاسة الوزراء في إثيوبيا في أبريل 2018 نقطة انعطاف في العلاقات بين البلدين، وذلك بانتهاجه خطابا تصالحيا وسياسة تصفير المشاكل مع دول الجوار، التي كان أحد تجلياتها زيارته لمقديشو في يونيو 2018، واتفق خلالها مع الرئيس الصومالي محمد عبد الله فورماجو على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
كانت هذه نقطة انطلاق لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال الاستثمار المشترك في 4 موانئ بحرية صومالية تستفيد إثيوبيا الحبيسة من الشواطئ الصومالية الممتدة، بجانب التعاون في مشاريع حيوية أخرى كبناء شبكات الطرق الرئيسية. عمدت أديس أبابا إلى استخدام ورقة المياه من خلال الضغط على مقديشو بإنشاء مشاريع على نهر شبيلي الذي يعد وصنو نهر جوبا النابعين من الهضبة الإثيوبية مورد الحياة الرئيسي في جنوب الصومال. وساهمت إثيوبيا في ملف الانتخابات الرئاسية في الصومال، فدعمت الرئيس الصومالي عبد الله فورماجو للسيطرة على الوضع السياسي في البلاد، وتدخلت القوات الإثيوبية في مدينة بيدو الصومالية لمواجهة مظاهرات محتجة على دور الحكومة المركزية في الانتخابات الرئاسية عام 2018. لا زلتم مستمعاتي الكريمات ومستمعين الأكارم تستمعون إلى تقرير الباحث والصحفي الإريتري عبد القادر محمد علي تحت عنوان كيف استطاعت أديس أبابا تحييد حلفاء مصر في الصراع حول سد النهضة. جيبوتي اقتصاد وأشياء أخرى. هذه إذاعة إرنا. شكل ميناء جيبوتي المجاور منفذا رئيسيا للسوق الإثيوبي الضخم، وتحول إلى معبر ل 95% من الوارد والصادر الإثيوبي. ولهذا حافظت إثيوبيا وجيبوتي على علاقات سياسية واقتصادية وعسكرية وثيقة بدافع المصلحة المتبادلة. وقدرت الأرباح الجيبوتية من استخدام إثيوبيا لموانئها بما يزيد على $1,000,000,000 سنويا، ومثلت مصدرا رئيسيا لخزانة حكومة جيبوتي. وبجانب التعاون في مجال الطاقة الكهربائية، فقد ربط البلدان بمشاريع بنية تحتية كخط سكة حديد الرابط بين البلدين والبالغ طوله 756 كيلومترا، ويعمل بالكهرباء، ويربط أديس أبابا بميناء دورالي في جيبوتي، ومن شأنه أن يؤدي دورا حيويا في اختصار مدة الرحلة والإسهام كذلك في مواصلة النمو الاقتصادي السريع في إثيوبيا. كما أعلن عام 2014 عن بدء تأسيس لجنة ستعمل على متابعة الخطط الساعية لتحقيق الاندماج الاقتصادي بين البلدين وتنفيذها. وعلى عكس الصومال وإريتريا، كانت لسياسات أبي أحمد التصالحية آثارا سلبية على جيبوتي، فبدأ العمل على إعداد الموانئ الإريترية لخدمة السوق الإثيوبية، كما أن أديس أبابا استحوذت على نسبة 19% من ميناء بربرة الصومالي في إطار سياستها لتنويع الموانئ التي تعتمد عليها. أعلن في العام الماضي عن توقيع اتفاقية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لمد خط أنابيب لتصدير الغاز الطبيعي بتكلفة $4 مليارات، وتعد جيبوتي أحد المواقع المرجحة للقاعدة العسكرية البحرية التي تنوي إثيوبيا بناءها بتعاون فرنسي وإحياء السلاح البحري الإثيوبي من خلالها. كما تمد إثيوبيا جيبوتي بالمياه من خلال مشروع دشن عام 2017، ويهدف إلى توصيل المياه العذبة من مدينة هيجال الإثيوبية إلى إقليم علي الصباح الجيبوتي من خلال ضخ ما يقدر بنحو 100,000 متر مكعب من المياه يوميا، حسب ما أشار بذلك مدير المشروع دملاش مولو. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. تحالف إقليمي يدخل في إطار إنشاء حزام قرن أفريقي حليف حول إثيوبيا تشكيل تحالف ثلاثي بين الأخيرة وإريتريا والصومال. واستبعدت جيبوتي نتيجة خلافها مع إريتريا، ويعمل هذا التحالف على التعاون المشترك في العديد من المجالات. كما أن إثيوبيا تسوق للسد الجديد باعتباره رافعة إقليمية في مجال الطاقة الكهربائية، إذ يستهدف السد توليف طاقة كهربائية تبلغ 63,000 واط من الكهرباء، وهو ما سيغطي السوق المحلي ويصدر إلى الدول المجاورة. وقد وقعت إثيوبيا اتفاقات مع بعض جاراتها في هذا الإطار، وهو ما يعني بتعبير آخر أن إثيوبيا ستمتلك صنبور الطاقة الكهربائية الحاسمة في تسريع التنمية. من ثم فإن مصلحة الدول المجاورة ستبقى الحفاظ على علاقات ودية مع أديس أبابا. نجحت دينامية السياسة الخارجية الإثيوبية في استخدام أدوات متعددة عسكرية واقتصادية وتنموية وسياسية في بناء تحالفات إقليمية داعمة، في مقابل غياب شبه كلي لاستراتيجية مصر
قادرة على الحفاظ على تحالفاتها التقليدية فضلا عن توسيعها. استمعتم مستمعي ومستمعاتي الأفاضل وضمن برنامج متابعات الأسبوعي إلى تقرير كتبه الباحث والصحفي الإريتري عبد القادر محمد علي لموقع TRT التركي تحت عنوان هكذا حيدت إثيوبيا حلفاء مصر في القرن الأفريقي في صراع سد النهضة. وبهذا نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. وقبل ختام فقرات برنامجنا لهذا اليوم أقدم لكم مستمعاتي ومستمعي الأفاضل موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. ارتفاع عدد المستفيدين من الإنترنت في دول العالم ما عدا إريتريا. سجل استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي زيادة عالمية كبيرة في الولايات المتحدة وأوروبا والصين واليابان وكوريا ودول الشرق الأوسط بسبب الحظر الذي طبقته الدول بسبب وباء فيروس كورونا. وسجلت خدمات الإنترنت وتطبيقات التواصل الاجتماعي الفيسبوك والإنستغرام والتويتر والواتساب زيادة كبيرة في أعداد المستخدمين وصلت إلى 31% من الأعداد السابقة. كما سجلت كذلك تطبيقات الكتب الصوتية زيادة كبيرة في أعداد المستخدمين. وبنفس القدر لم تسجل إريتريا أي زيادة في أعداد المستفيدين أو تحسن خدمات شبكة الإنترنت رغم تطبيق الدولة للحظر المنزلي. ففي إريتريا لا يستفيد من خدمة الإنترنت سوى 1% من السكان، أي 57 ألفا من مجمل عدد سكان البلاد، وأغلب هؤلاء هم من موظفي الدولة الذين يحصلون على الإنترنت في المكاتب الحكومية. الاتحاد الأوروبي يقول أن عملية إيريني لن تستطيع وقف تدفق السلاح بالكامل إلى ليبيا. أكد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أن عملية إيريني البحرية والجوية لن تستطيع وقف تدفق السلاح بالكامل إلى ليبيا. وبحسب وكالة أكي أكد بوريل عبر الفيديو لأعضاء لجنتي الأمن والدفاع في البرلمان الأوروبي أن العملية تساهم في ضبط تهريب السلاح إلى ليبيا وكذلك ضبط حركة بيع النفط وهما يغذيان الصراع في البلاد، ولكنها لن تستطيع وقف تدفق السلاح بالكامل إلى ليبيا. إيطاليا تسعى لفتح مشترك للحدود مع أوروبا في منتصف يونيو. قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو مساء يوم الاثنين الماضي أن بلاده تسعى مع دول أوروبية أخرى لفتح الحدود الأوروبية بغرض فتح الحركة والتحرك للمواطنين بحلول 15 من يونيو المقبل. وتصب هذه التصريحات في اتجاه دعوة فرنسية ألمانية لإعادة فتح الحدود في أسرع وقت ممكن أطلقها يوم أمس الثلاثاء رئيس البرلمان الفرنسي ونظيره الألماني. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. استمعتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات إلى موجز لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم قدمناه لكم من إذاعة إرينا، وبه نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا. ونذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicirena@gmail.com. وحتى الملتقى بكم مجددا في حلقة من برنامج متابعاتي والبرامج الأخرى لإذاعة إيرينا. لكم من محدثكم فتحي عثمان ومن زملائي في الإذاعة أطيب التحايا، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. هذه إذاعة إرينا.